ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. كالعاده بصور وانا صايم، فممكن تلاقوا صوتي برضو غريب شويه، ولكن بقى ايه يعني كله بثوابه الحمد لله. المهم للي متابع 4 فيديوهات تقريبا فاتوا او حاجه، كان في بتاعه كده صغيره كده وطالع منها زي بتوع البخور كده، عمدان كده صغيره. البتاعه دي للاسف وقعت اتكسرت، وانا كنت بحبها جدا ولكن مش مهم، يعني مفيش حاجه تقف قدامنا. بدلتها بهذه الشجره الجميله جدا وهحطها على يميني كده عشان بلاش هنا، كانت التانية هنا بتتحط هنا، هحطها. طيب الموبايل بتاع النهارده ده هو من الفئه الاقتصاديه بس اللي جايه بامكانيات عاليه، جايه ببروسيسور عالي. خلينا نقول بروسيسور عالي مش امكانيات عاليه. الموبايل ده هو الريدمي 12 سي. الموبايل ده لمين؟ الموبايل ده لحد عايز اداء بس. هو جايب الموبايل يلعب عليه ويدخل على السوشيال ميديا ويتحكم في الموبايل او يستخدم الموبايل بشكل سلس، بشكل ما يخلكش ان انت تتضايق من الموبايل. الشاومي ريدمي 12 سي هو نازل فيه نسختين، نسخه 3 جيجا رام 64 جيجا ذاكره داخليه، دي بتعمل 4500 جنيه، هكتب لكم سعر الدولار هنا. والنسخه الثانيه هي 4 جيجا رام 128 جيجا، ودي نازله ب 4900 جنيه تقريبا. الريدمي 12 سي الميزه الكبيره جدا اللي فيه ان هو بيجي بالمعالج اللي هو الهيليو جي 85. هيليو جي 85 بنشوفه في موبايلات حاليا يعني في الظروف اللي احنا فيها دي ب 7000 جنيه وب 6500 جنيه. الموبايل ده ب 4500 جنيه ونازل فيه الهيليو جي 85. عشان كده انا في بدايه الفيديو من شويه قلت لكم ان ده موبايل مش لكل الناس، هو موبايل لحد عايز اداء، لحد عايز ان هو يستخدم السوشيال ميديا، يستخدم البرامج عادي، فيسبوك بقى واتساب وتويتر وانستجرام والكلام ده كله، وكمان عايز يلعب بدون اي مشاكل باقل التكاليف. طبعا موضوع 4500 جنيه اصلا حاليا بقى شيء مستحيل ان انت تلاقي موبايل ب 4500 جنيه. طبعا في موبايلات ب 3000 جنيه ولكن تلاقيها بطيئه، تلاقيها ما بتقضيش الغرض، تلاقيها ان هي مش سريعه بالشكل الايه المطلوب. يعني زي ما قلنا الهيليو جي 85 كويس جدا. النسخه اللي معايا هنا هي الاربعه رام 128 اللي هي ب 4900 جنيه تقريبا. انا بجربه بقالي 3 ايام ما لقيتش فيه مشاكل خالص من ناحيه الاداء. طيب بقيه الموبايل هو موبايل عادي، هو موبايل ما فيهوش حاجه تبهرك. فمثلا الشاشه هنا عندنا شاشه 6.7 بوصه من نوع اي بي اس. الشاشه دي بدقه اتش دي بلس وبتيجي بتردد 60 هرتز، يعني شاشه عاديه. وطبعا شايفين الووتر دروب نوتش القديمه شويه، وحواف الشاشه مش اصغر حاجه، حواف الشاشه كبيره شويه، ولكن هي كشاشه هتقضي الغرض زي ما انا قلت. اداء الموبايل كويس، هتعرف ان انت تلعب عليها الالعاب اللي انت عايزها، اللي انت اصلا جايب الموبايل ده عشانه، هتعرف ان انت تتفرج على الفيديوهات يعني بدون اي مشاكل، ولكنها مش افضل شاشه في العالم. عندنا حاجه مثلا زي الكاميرات، لو بصيت ورا هنا هتلاقوا يعني زي كاميرتين، بس هي انا بعتبرها كاميرا واحده، لان الكاميرا الثانيه دي للدبس او للعمق الصوره لو انت بتصور بورتريه او حاجه. الكاميرا الرئيسيه هنا 50 ميجا بكسل، بتصور صور معقوله على فكره، مش وحشه خالص، تعرف ان انت تعتمد عليها بشكل عام، ولكن مش هتطلع لوح، يعني مش هتطلع بقى تعمل بقى موبايل فوتوغرافي والكلام ده. هي هتطلع صور كويسه جدا اذا كنت بتصور حاجه في اضاءه كويسه، طلع صور كويسه في نايت مود هنا، ولكن بشكل عام هو برضو مش افضل كاميرا في العالم. الكاميرا الاماميه هنا 5 ميجا بكسل، وصراحه ادائها ما عجبنيش قوي. يعني ممكن تصور بيها سيلفي كده في اضاءه النهار وكده، ولو انت مثلا في اضاءه شمس او حاجه هتطلع لك صور كويسه، بس هتيجي بقى بالليل مش هتسعفك قوي. تعالوا نجربها واحنا قاعدين كده نشوف الكاميرا الاماميه بتقول ايه. تعالوا بس نمسح الكاميرا، خلي بالكوا دي اضاءه الاستوديو، فغالبا الصور بتطلع حلوه يعني. من الحاجات الكويسه قوي في شاومي ريدمي 12 سي هي البطاريه، 5000 ملي امبير، بطاريه عملاقه بتقعد يوم ويوم ونص كمان من الاستخدام. فبرضه للسبب اللي انت او للغرض اللي انت جايب منه الموبايل، البطاريه دي هتقضي الغرض جدا، لان انت جايب الموبايل زي ما انا قلت في اول الفيديو وفي نص الفيديو وفي كل حته في الفيديو ان انت جايب الموبايل اصلا عشان الاداء بتاعه. انت مش همك اي حاجه غير الاداء بتاعه. موبايل اداؤه كويس، موبايل اداؤه سريع، ما بيهنكش، ما بيعملش حاجه، فاهم؟ البطاريه دي كويسه جدا على الموبايل، ولكن شوف بقى كل حاجه فيها ولكن الشحن هنا مفيش شحن سريع. يعني الشحن هنا 10 واط، وكمان بيشحن من منفذ المايكرو يو اس بي. كنت اتمنى الصراحه ان هو على الاقل يبقى تايب سي. اذا كان مفيش شحن سريع فانت تمام، كده كده ما عندكش شحن سريع يا باشا، خلاص بقى مش مهم بقى، مش هنركز بقى في تايب سي ولا مفيش شحن سريع، 10 واط وخلاص. بس انا قلت لك في اول فيديو الموبايل ده لمين؟ الموبايل ده لحد عايز اداء بس. موبايل بيلعب ببجي، بيلعب كول اوف ديوتي، بيلعب اسفلت 9. انا دايما بذكر الثلاث العاب دي عشان انا اللي بلعب، يعني انا مش بلعب كتير قوي على الموبايل، ولكن دول الثلاث العاب اللي انا باخدهم بنش مارك كده.
ببجي وكول اوف ديوتي واسفلت 9 بيلعبهم بدون اي مشاكل خالص. بروسيسور ورا ما بيسخنش، موبايل ظهره ما بيسخنش، واداؤه في السوشيال ميديا البرامج بشكل عام اداء كويس جدا، مش هيخيب ظنك تماما. الموبايل برضو الديزاين بتاعه حلو قوي، يعني لو بصينا في الظهر كده هنلاقي اللون اللي معايا هنا لون منت جرين كده او تركواز، خلينا نقول منت جرين، حلو جدا على فكره. ومستطيل الكاميرات شكله شيك، وعندنا بصمه خلفيه شغاله سريعه جدا زي ما انتم شايفين اهو. مش شغال لا انا كنت حاطط صباعي في مكان غلط، بس زي ما انتم شايفين اهو البصمه شغاله سريعه ما فيهاش اي مشكله، تفتح كل مره. كويس ان احنا عندنا بصمه خلفيه برضو عشان الجهاز يكتمل كده، ما يبقاش فيه حاجه ناقصه ولا حاجه. وفي الاخر ما ننساش سعره ال 4500 جنيه. ممكن تشتري الموبايل ده 3 رام 64، تحط له كارت ميموري لو عايز، ممكن تجيب كارت مثلا 64 كمان تحطه له يبقى 128، تجيب 3 رام. يعني اداؤه برده هيبقى اقل من ده شويه في فتح البرامج وكده، لكن اداؤه برده هيفضل زي ما هو، لان نجم الليله النهارده هو المعالج الجي 85. انت بتشتري معالج ومبني عليه موبايل، وبسعر 4500 جنيه حاليا، سعر كويس جدا جدا. حاجه كمان عايز اتكلم عليها وانا لابسها طول الفيديو ده، للي مركزين انا لابس الساعه دي. الساعه دي اسمها ريدمي سمارت باند 2، دي من شاومي برضو، ساعة اقتصادية ب 1000 جنيه تقريبا او 1200 جنيه حاجة زي كده، ساعة اقتصادية وهي باند، هي مش ساعة، هي مش سمارت ووتش، هي سمارت باند. طيب مبدئيا الباند دي بتتميز بالشاشة الكبيرة الى حد ما، شاشتها تقريبا 1.5 بوصة، يعني شاشتها اكبر من شاشة الباند العادية، وكمان هتلاقيها شكلها سليم وخفيف جدا، ساعة يعني ملهاش وزن تقريبا. وطبعا هتلاقي فيها كل الحاجات اللي انت عايزها من سمارت باند او سمارت ووتش بشكل عام، زي قياس نبض القلب، وقياس نسبة الاكسجين في الدم، وكمان قياس نومك. مثلا لو كنت بتعمل ورك اوت او بتلعب جيم او بتعمل اي رياضة، هتقيس كل ورك اوت انت بتعمله. فيها 30 تقريبا مود للورك اوت او 30 وضعية للورك اوت اللي انت بتعملها او الرياضة اللي انت بتعملها، اذا كنت بتنط الحبل، بتجري، بتعمل، بتتشقلب، يعني اعمل اللي انت عايزه. والاهم من ده كله ان هي بتتميز بميزة الباند. بقى ايه الميزة الباند دي؟ ان البطارية بتاعتها بتقعد تقريبا 15 يوم من غير ما تشحنها تماما. طبعا هتجيب لك النوتيفيكيشنز اللي جايه لك او الاشعارات، وتجيب لك كمان مين المتصل عليك. طبعا مش هتقدر ان انت ترد عليه، ولكن ممكن تكنسل، بس ايه انت هتشوف من الاخر مين اللي بيتصل بيك. فيها كمان اكتر من 100 من الواتش فيس او الباند فيسز، اللي هي الواجهه بتاعه الساعه نفسها. في 100 واجهه ممكن تختار ما بينهم بشكل عادي جدا. الباند دي لونها اسود، بس في 6 الوان من السترابس او الاستيك ممكن تغيرهم. في اللون اللبني منه حلو جدا، وللبنات برضو عاملين لون بينك كده او روز جولد كده حلو جدا برضو. وكمان الساعه دي ممكن تنزل بيها الميه لعمق 50 متر بدون اي مشاكل، هي مضاده للميه والغبار بشكل تام. بس كده ده رايي، قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، ايه رايكم في الموبايل ده، وهرد على كل الكومنتات بتاعتكم، يعني مش هسيب اي كومنت. يعني اسالني حاجات على الموبايل ده، اسالني حاجات خارج الموبايل ده، انا فاضي هرد على كل الكومنتات بتاعتكم. وما تنساش كالعاده، انا تعبت من الكلمه دي، ما تنزل تحت تعمل سبسكرايب. يعني استنى بقى اشيل الموبايل ده كده، تنزل تحت تعمل سبسكرايب. يعني انزل تحت كده بالشاشه هتلاقي كلمه سبسكرايب، دوس عليها والله، ولا هتخسر اي حاجه. عايزين نوصل مليون سبسكرايبر، احنا بقى لنا كتير قوي ما بنوصلش مليون سبسكرايبر، عايزين نوصل مليون سبسكرايبر. انزل تحت يا عم اعمل سبسكرايب، مش تخسر اي حاجه، واعمل لايك للفيديو ده لو عجبك. وكان معاكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.